كان راتب هذا. ان شاء الله زي السلام. وين يا شيخ؟ كيف الاخبار؟ كيف الامور؟ كيف الاخبار؟ ان شاء الله انت كويس. ناكل سمك سوا. نعم في بريش برضه سوا ما له وين؟ الجبل. يا سلام. الله يبارك فيك. كيف الامور؟ امورك تمام. انت عارف يا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمشاهدين وتحية لحاكم دارفور وكل الأخوة الموجودين، تحية خاصة لهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا بشكر الناس اللي خلونا نقعد مع بعض، وأساسا ما في مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله هسه مشكلتنا انتهت وبقينا أخوان وأفينا بعض أنا والحاكم الكمناوي. وزمان طبعا محل ما هم عندهم مناسبة قاعد أمشي لهم وبجي لهم. هسه حاليا إن شاء الله عايزين نفتح صفحة جديدة. الأخطاء السابقة دي كان ما في أخطاء، لكن الناس يخلوه ورا ويفتحوا صفحة جديدة. صالحنا وخدتنا أيادينا في بعض وحلينا مشكلتنا، والأخوان ما قصروا، تحية خاصة لهم. وأشكر المشاهدين، مشكلتنا اتحلت لأن أساسا ما كان ما في مشكلة، وقعدنا مع بعض والحمد لله يا أخوان وعافينا بعض. العفو والعافية. تحية خاصة لكم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لجنرال شيبة ضرار. أشكره كثير جدا على زيارته، وخاصة بعد إزالة كل سوء التفاهم اللي كان جاري بين هنا وهناك. ففي الحقيقة جلسنا مع بعض وتصافحنا ولم توجد أي شائبة فيما بيننا. هو شيء الشيبة ضرار الرجل يعتبر قائد من قادة الشركة، والقائد مهم جدا، وهو من الأوائل المناضلين. كان في فترة اللي كنا معهم في NDA في التجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا من الأوائل الذين يعني في الحقيقة رفعوا صوت الشركة. والشركة منطقة محتاجة لعمل كبير جدا، محتاجة لجهد من الدولة وكذلك من ابناء السودان من اينما كانوا، يعني من سواء كان من الغرب او الشرق او شمال او اي محل. وسعداء جدا بان نتوافق، وكذلك الاخوان كلهم جميعا ناس شرق السودان جميعا نحن اخوانكم ونحن بلدنا واحد. اما العنصريين اللي دايرين يفصلوا البلد ده، نحن بدا الدم اللي دفقناه في البلد دي ما هيفصل قطع من السودان، قطع من الأرض في السودان، لا في دارفور لا في الشرق لا في كده. نحن إن شاء الله نكون على وحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.